لو قلت عليه زي الزبدة مش كفاية، لو قلت عليه زي الكهرمان مش كفاية، مهما انا اقول عليه مش هوفيه حقه. شايفين حباية الفول بتدوب دوب، تحسوا كده بتتهرس كده بأقل مجهود. شايفين الفول حقيقي شكله يجوع. هنعمل النهاردة شوية فول ان شاء الله بطريقة روعة هتعجبكم جدا بإذن الله، انا متأكدة وهتعتمدوها. حباية الفول دايبة ومستوية ومهرية وبتدوب في بقك زي الزبدة، يعني هي مش محتاجة بتتحط في البق، بتدوب على طول. بصوا، هحتاج معايا فول مدشوش وعدس وطماطم ورز وصلصه وخل وليمون وكركم، وهقول لكم الكميات قد ايه، وهقول لكم كل حاجه بتعمل ايه في الفول او ايه فايدتها. هسمي الله وهجيب معايا نص كيلو فول بلدي. ده فول بلدي منقوع من بالليل للصبح، ومهم قوي النقع في اي بقوليات، لان حبايه الفول بتبقى غامقه ومكرمشه، النقع ده بيخليها تفتح وبيخليها كده تملى معايا كده. شايفين؟ جبت كده الحله السب، هنعمله النهارده من غير دماسه ولا حاجه في الحله السب، وهيطلع معانا تحفه. حطيت 6 كوبايات ميه مغليه والفول، شايفين، وربع كوبايه عدس اصفر، ونص كوبايه فول مدشوش، معلقتين كبار رز، معلقه صغيره كركم، طماطمايه مبشوره، طماطمايه كبيره مبشوره، ومعلقه كبيره صلصه، ومعلقه صغيره مليانه كركم، ومعلقتين كبار خل، وهغطيه. وليمونه طبعا. الحله السب بقى مش زي الناس ما هي معتقده ان هي بتسرع الحاجه بسرعه، بس هي كمان هتخليهولي مستوي وزي الزبده كده زي ما شفتوه، يعني احلى كمان من الدماسه 100 مره. حبايه الفول دايبه. الرز والرز والفول المدشوش بيدوا قوام للفول، يعني ما تحسوش كده ان هو زي فول الشركات بيبقى حبات فول كده جوه محلول ميه كده، لا، بتدي قوام. يعني شايفين ميه الفول ليها سمك وقوام كده. بقيه الحاجات التانية اللي هي الكركم والصلصه والطماطم بتخلي لونه كده زي الكهرمان. شايفين الفوله لونها اورنج مش اسود غامق كده تسد النفس، لا، هو ما تحطش عليه اي حاجه، ولونه اورنج كده زي ما انتم شايفين. والليمونه والخل بيدوا معايا الفول لون فاتح. شايفين؟ انا بعد ما برد كده بحطه في العلب دي وبحفظه في الفريزر. ممكن برضو انت مثلا، انا عامله النهارده كميه قليله، ممكن تجيبي 2 كيلو مثلا. انا النص كيلو ده عمل معايا 5 علب، يعني الاربع علب دول والطبق اللي هعمله. ممكن انت مثلا تجيبي 2 كيلو تعملي مثلا 20 علبة في رمضان، يبقى كده خلاص موال السحور ده تنسيه، ولا طعمه بيغير ولا لونه، الاخر حباية بيفضل معاكي زي الفل. او حتى مش لازم رمضان، يعني طول السنة كل شهر مثلا لما تبتدي في تجهيزات البيت. هبقى اعمل معاكم بعد رمضان ان شاء الله فيديوهات اللي هي التجهيزات، الحاجات اللي بنعملها في البيت. تجيبي مثلا 2 كيلو وتعملي كمية بقى، يعني طالما طلعتي الحلة السب اعملي كمية تطلع معاكي مثلا 20 علبة فول، تبقى انت نسيتي مثلا موال الفول ده طول الشهر مثلا. شايفين الفول تحفة تحفة تحفة، طعمه ولونه وملمسه بجد هتتذوقوا الفول بطعم تاني. لايك وشير لو عجبكم الفيديو.